السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهاردة منتج جديد، منتج خطير جدا شفته على النت قلت أجيبه وأفرجكم عليه. طبعا ده واضح من شكله جدا إن هو شاحن موبايل، تمام. وده برضو واضح جدا إن هو شاحن موبايل، بس ده مش أي شاحن. الشاحن ده خطير جدا. الشاحن ده فيه كاميرا وبيركب فيه كمان كارت ميموري، بس هي كاميرا سحرية أو كاميرا مراقبة على شكل شاحن. طبعا المنتج زي ده منتج خطير جدا. ممكن تستخدمه في الخير وممكن تستخدمه في الشر، فرجاء تراعي ربنا في كل استخداماتك وفي كل مشترياتك وفي كل تفكيرك. طبعا حاجة زي كده خطر جدا ان انت ممكن تستخدمها ان انت تأذي بيها حد او تصوره من غير ما ياخد باله. وبرضه ممكن تستخدمها في الخير ان انت مثلا تراقب الاولاد، تراقب الاطفال، تتابعهم لو في مثلا دادة قاعدة معاهم، تاخد بالها منهم، فانت تشوف ان هي فعلا بتاخد بالها منهم ولا ما بتراعيهمش كويس. ممكن مثلا لو قاعة محاضرات او مدرس للاطفال، فانت عايز تعرف ان هو بيدرس كويس او ما بيدرسش كويس من غير ما تلمح له او تخليه ياخد باله ان هو بيتصور او بكاميرا او كده. مع ان برضو نفس الكلام ده مش مظبوط او مش صح. انت ممكن تعرف ان هنا في كاميرا مراقبه او تحط في اغلب المحلات برضو بيحط لك ورقه صريحه المحل مراقب بالكاميرات، او في كاميرات مراقبه، او ابتسم فالكاميرا بتصورك. فحاجه زي كده هو ممكن منتج خطير جدا. انا جايب لكم النهارده عشان خاطر تتفرجوا عليه وتخلي بالكم برضو من افعالكم. لو انت في مكان برضو تخلي بالك لا يكون في حاجه زي كده في المكان ده بتصورك او بتسجلك. طبعا هو شاحن عادي جدا، وفي المخرج ده هنا، ده المخرج الطبيعي بتاعنا، ده مخرج يسموه مخرج شوكة، فاحنا لازم نجيب له محول، تمام. وفي بعض المشتركات اصلا بتنزل هي منها فيها اللي هي بتستخدم او بتستقبل ايه النوع ده من الفيش. طبعا هو عادي جدا. اول ما بنركبه بنلاقي هنا في لمبتين في الجنب نوروا. عايز احاول اوضحها لكم. واخد بالك هنا في فتحتين، هقربها برضو من الكاميرا. هنا في فتحتين، في واحدة منهم زرار والتانية لمبة، تمام. طبعا الشاحن ده فيه واي فاي، بيتصل الكاميرا للموبايل عن طريق الواي فاي. فاحنا ممكن نركبه كده على طول، او ممكن نستخدم له ايه وصلة زي دي بتتباع يعني متوفرة في السوق لو انت مش عندك المشترك زي المشترك ده. فانا هركبه كده برضو واوريهولكم، تمام. اول ما بنركبه بنلاقي فيه الفتحتين دول، واحده فيهم نورت والتانية طافيه. الطافيه دي ده زرار هنستخدمه برضو احنا بنشغله ليكم. طيب احنا ده شاحن ولا لا؟ احنا هنوريكم دلوقتي ان هو فعلا شاحن. هنركب وصلة شحن وهنوريكم ان هو بيشحن الموبايل برضو في نفس الوقت. هو تايب سي، هنا يو اس بي، تمام. لو تاخدوا بالكم الكاميرا موجوده في المكان ده في النقطه الصغيره قوي دي، وبنوصله كده فهو بيشحن الموبايل، تمام. طيب هنقول دلوقتي طريقة الاستخدام وطريقة التشغيل. طبعا انا مش لازم اكون حاطط فيه الكابل ده، نشيل ده بقى كده خلاص. طيب بيشتغل عن طريق ايه؟ بيشتغل عن طريق ابلكيشن اسمه لوك كام. بنفتح الاب ستور، هو ده الابلكيشن. هنعمل سيرش لوك ال او او كي كام سي اي ام، تمام، ونعمل سيرش. هنلاقي الابلكيشن ظهر بالمنظر ده كده. هو ده الابلكيشن ظاهر عندكم في الكاميرا ال او او كي سي اي ام. هنقول له فتح كده، هو الابلكيشن فتح بالمنظر ده، تمام. طيب نرجع بقى هنا بقى ايه للشاحن بتاعنا. هو طبعا هنا في مكانين او فتحتين، الفتحة دي زرار والفتحة دي لمبة، تمام. الفتحة الزرار دي بندوس هنا ببريس. طبعا هنا جايب قلم، المفروض نجيب مثلا خلة او حاجة رفيعة عشان خاطر نقدر ندوس بيها كويس في المكان ده. رجعت لكم مرة تانية مشاهدينا. جبنا مثلا زي خلة، بلاش دبوس، يفضل خلة حاجة مدببة، تمام. يعني بس هو بلاش الدبوس خاطر ما يعملش اي، طبعا الدبوس بيبقى الخامة بتاعته معدن، فممكن يعمل اي تلميس جوه في البوردة، فيفضل الخشب. هنجيب الخلة دي وهنفضل دايسينها لمدة 10 ثواني. لما دوسنا 10 ثواني هنلاحظ ان هنا بقى في نور ازرق بينور معانا، تمام. كده احنا فتحنا الواي فاي بتاع الشاحن او الكاميرا ديت. هندوس هنا على ده، هنقول ستارت. هيقول لك ان هنا
في هتعمل سيرش بالواي فاي، تمام، عشان خاطر تشوف شبكة الواي فاي بتاعة الشاحن. هنعمل سيرش كده. اهي ظهرت شبكة جديدة، هندوس عليها، تمام، وهنعمل كونكت بيها ونرجع تاني للابليكيشن. هيقول لك هنا ايه find a new device، وهيقول لك اسمه ايه او رقمه كام، تمام. عايز بقى يربط الابليكيشن بالواي فاي، تمام. احنا بقى هنخش مثلا على الواي فاي بتاعنا، وهيطلب ان انت تدخل الباسورد للابليكيشن، تمام. هنخش مثلا على الشبكة دي، هنكتب الباسورد بتاع شبكة الواي فاي بتاعنا. كده انا كتبت الواي فاي. يبقى انا كده اول حاجة ربطت، عملت سيرش الواي فاي، ربطت بالشاحن، تمام. تاني حاجة كتبت الباسورد بتاع شبكة الواي فاي بتاعتي على الابليكيشن. هيقعد يعمل سيرش كده، بيعمل كونكت، وهتلاقيه عمل كونكت وفتح الكاميرا بتاعت الشاحن. طبعا هي الجودة بتاعتها الى حد ما كويسة، هتفتح معانا دلوقتي. كتب ديفايس اونلاين. هنا انت لو عايز تدخله باسورد، هيقول لك كام الباسورد القديم والباسورد الجديد والكونفورم، هقول له كانسل، او ممكن اقول له اوكي. تمام، فتح اهو. بص لاحظ ان الكاميرا جودتها حلوه، السرعه بتاعتها حلوه، الالوان بتاعتها جميله جدا، تمام. هنا كده بص السرعه بتاعتها جميله. طيب عايزين نطفي النور كده ونشوف الاضاءه عامله ايه في الكاميرا. لحظه واحده. كده التصوير الليلي بتاعه ممكن مثلا نديله مش عارف، يعني ممكن نديله 40%. التصوير الليلي بتاعه مش قد كده، تمام. يبقى هي الوانها كويسه جدا، الوانها كويسه في النور العادي، لكن في الضلمه لا مش كويس. طيب هنا كده لو دوسنا على البريس ده، واضح كده عندنا في الكاميرا رقم رمز فيديو، تمام. لو دوسنا كده هو هيبدا يسجل فيديو، تمام، اللي هو طبعا شايفه هيبدا يسجله. طيب دوسنا هنا كده تاني، كده هو وقف التسجيل خلاص. كده وقفنا التسجيل. دبل كليك بيعمل سيف ويوقف التسجيل. هندوس هنا كده بياخد لقطة، تمام. طب لو دوسنا هنا كده هيفتح الصوت، هو برضو فيه مايك، يبقى انا هقدر اسمع الصوت اللي بيحصل في المكان من تليفوني. كده انا فتحت الصوت. طبعا هو بيسمع هنا وبيرجع يرد تاني في الموبايل، فعشان كده يفضل يعمل ايه، دوشة. كده انا هفتح الصوت وابعد بعيد، تمام. واضح ان الصوت هنا بيسمعه وبيرجع لي في الموبايل بقى بتاعي اللي انا بتابع بيه ايه الكاميرا. طبعا ممكن احط الكاميرا دي في اي اوضه من الاوض، او في المكتب، او في شركه مثلا، او في محل، واقدر ايه اتابعها صوت وصوره من اي مكان تاني انا موجود فيه، تمام. طبعا ده مايك بس هو مش هيتاكتف هنا لان دي مفيهاش سماعه، هي فيها مايك بس مفيهاش سماعه، تمام. هي دي كل الاوبشن اللي فيها. ممكن هنا نقلب الصوره، تقلب الصوره بالمنظر ده كده، وممكن تقلب الصورة بالمنظر ده كده حسب وضعية ايه الكاميرا الشاحن، تمام. نقدر نزود الإضاءة، ونوطيها، تمام. نقدر نخليها أبيض وأسود وألوان. وهنا برضو البريس دوت، هنا لو خدنا بالنا من الشاحن هتلاقي فيه لمبة، أنا مش عارف أجيبها بس ناحية واخدين بالكوا كده، لا مش واضحة برضو. واخد بالك اللمبة دي انا ممكن اطفيها من هنا، دوست كده هنا اهي، هنا طفت. يبقى هو اصلا في لمبة اشعار انت ممكن تنورها وتطفيها عن طريق الابليكيشن، تمام. كده انا طفيتها اكنها مش شغالة خالص ومش باينة.
تمام. وفي نفس الوقت هو شغال شاحن عادي، ممكن تشحن بيه ايه اي موبايل، يبقى دي كاميرا وشاحن في نفس الوقت. فاحنا لو موجودين في فندق او موجودين في اي مكان وشوفنا جسم او جهاز غريب زي ده نخلي بالنا. وفي نفس الوقت احنا لو حبينا نشتري ان احنا نتابع بيه الاطفال او نتابع بيه محل او الشركه بتاعتنا، تمام، في الاغراض اللي ما تغضبش ربنا او تاذينا في وتعمل لنا مشاكل قانونيه، لان ده برضو انت لو سجلت بيه حاجه مش قانونيه هتعرض نفسك للمساءله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد. وما هراجع كده معاكم مراجعة سريعة. أول حاجة احنا بنجيب خلة، تمام، هو هنا في فتحتين في الجنب ده، تمام، احنا بنجيب زي خلة بلاش دبوس، وأول ما نحطه في الكهرباء في واحدة فيهم بتنور هنعرف إن دي لمبة واللي جنبها ايه هو المفتاح. بندوس على المفتاح ده لمدة 10 ثواني بحيث إن يعمل يفتح الواي فاي. بعمل سيرش بالواي فاي بتاع الجهاز، بلاقي شبكة غريبة بعمل بيها كونكت. اول ما اعمل بيها كونكت بيبدا افتح البرنامج بقى، بدخل الباسورد بتاع الشبكه الاساسيه بقى بتاعت الواي فاي اللي انا شغال عليها، تمام، وبيبدا يتاكتف معايا زي ما انتم شايفين، تمام. هو بيقبل طبعا كارت ميموري، بيركب الكارت ميموري من قدام من الناحيه اللي فوق دي، هوريها لكم برضو. طبعا اول ما انا بوصله بيعمل كونكت على طول، يظهر عندي هنا ايه كونكت. شكرا. لو في اي اسئله اكتبوها لنا في الكومنتات او ابعتوا لنا على الواتساب. السلام عليكم.